يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد، روتين كله بركة وطاقة ونشاط. النهاردة هنبدأ مع بعض روتين جديد ويوم جديد. اليوم النهاردة كان طويل جدا جدا جدا. انا بادئه يومي من الفجر. صحيت الصبح صحيت الفجر، صليت الفجر ورحت الطابونة، جبت عيش وعملت فطار وفطرنا انا والاولاد. وبعد كده طلعت الطيور زي ما انتم شايفين كده وذبحتهم وهنضفهم لان خلاص ما عادوش ببيضوا. فخسارة ان هم ياكلوا، بالذات فراخ البلدي ما بتشيلش لحم. تمام، مهما ياكلوا ما بيشيلوش لحم. دبحتهم كده وهجيب ان شاء الله مكانهم، وهنجيب فراخ بيضة. وكمان انا عايزة افضي الأوضة عشان هبقى اوريك وانا هعمل في الأوضة ايه. عايزة الحاجة تانية، هنسيبها مفاجأة مع بعض، نبقى نشوف هنعمل فيها ايه. تمام كده. انا حطيت مية، حلة فيها مية على البوتاجاز تغلي، وسقطت فيها الفرخة لحد ما تشد الريش كده تلاقيه بيطلع معاكي بسهولة. يبقى كده هي اتصمتت. كلنا شطارة بنعرف نعمل كل حاجة، بس انا حبيت اشارككم يومي وماشي اعرفكم ان هو ماشي ازاي. بعد كده نضفت الباقي. انا نضفتهم على مرتين لان هم كانوا هيبقوا كتار لو دبحتهم وسبتهم كانوا هيجلدوا. وعملت كده كل فرختين في كيس لان هما كانوا ضعاف، ما كانوش ايه ملانين يعني. والكبد والقوانص اللي طلعت بجد بصراحة انا زعلانة جدا على الفيديو اللي اتحذف. طريقة عمل الكبد والقوانص انا بعملها بطريقة جميلة جدا، ان شاء الله نعملها مع بعض مرة تانية في فيديو منفصل لوحده كده. تمام. و خلاص خلصنا تنظيف الفراخ وعملنا غدا، فما ينفعش احنا نسيب المطبخ متبهدل مكان الزفرة بتاعت تنظيف الفراخ. فلازم هنغسل المواعين الاول بتاعة الاكل، والكوبايات هنصب الكوبايات الاول والمواعين بتاعة الاكل، وبعد كده المواعين الكبيرة بتاعة اللي احنا كنا، اللهم صل على حضرة النبي، اللي احنا كنا بننضف فيها الفراخ علشان الزفرة وكده. تمام. وفقرة غسيل المواعين يعني فقرة الدردشة. تمام. الأول قبل ما ندردش مع بعض، يلا لو ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة. المربع الأحمر اللي تحت الفيديو عندك علامة كلمة اشتراك، اضغطي عليها عشان تشتركي في القناة ونكون أحسن عيلة ونكبر مع بعض. وما تنسيش تضغطي على علامة الجرس عشان يوصلك مني يوصلك إشعار بأي فيديو أنا بنزله، عشان يوصلك مني أي جديد، كل جديد يعني نكون متابعين بعض كده ونكبر مع بعض إن شاء الله. تمام. هندردش النهاردة في موضوع، يعني كل البيوت يعني فيها مشاكل، ومادام فيها مشاكل أكتر البيوت اللي فيها مشاكل البيوت اللي بتكون اللي هو بيوت العيلة، ان انت اتجوزت في بيت عيلة، سواء بقى من سلفتك، سواء من عمتك، سواء من اللي هي عمتك اخت جوزك، سواء من حماتك، سواء من حماكي. وكمان اوقات الزوج بيكون طرف في المشاكل دي، يعني اللي هو ماشي وراهم، اللي هو بيسمع كلامهم، آه، مش مهتم بيكي، الام مسيطرة عليه، اللي هو بيبقى فيه ازواج بتسمعي بيقولوا ابن امه ماشي ورا امه. في ناس كده كتير. وانا عن نفسي اعرف ناس معرفة شخصية مروا بالتجربة دي. واي بيت في الارياف لازم يحصل فيه مشكلة الا من رحم ربي طبعا. في ناس ولاد حلال، ولاد اصول، بيتقوا الله في بنت الناس اللي بياخدوها بيعتبروها ان هي بنتهم، يعني كأنها بنتهم، يعني اللي ما يرضوهوش لبنتهم ما يرضوش لمرات ابنهم. تمام. ودي الأصول وده الصح، إلا من رحم ربي طبعا.
زي ما قلت في ناس بقى الله اكبر، ابليس كده يسقف لهم، والله بجد ابليس يقف كده يسقف لهم، يضرب لهم تعظيم سلام. ليه؟ من الحاجات اللي بيعملوها. بيكونوا عايشين في البيت كأنهم عايشين، شفت توم وجيري، دايما في مشاكل وصراعات ومفيش راحة. دايما مرات الابن، في ناس يعني في مرات ابن بيكونوا هما اللي حموات، مش حماتهم اللي حما. يعني انتوا فاهمين قصدي؟ اللي هو هي اللي بتعمل مشاكل، وحماتها ست طيبة غلبانة وكده. وفي العكس بقى، ده المنتشر، ان مرات الابن هي اللي مظلومة، وان حماتها دايما متسلطة، دايما حماتها شايفة ان هي جت خدت ابنها على الجاهز. ده ابني انا، من حقي انا. بس هي ما خدتش ابنك على الجاهز ولا حاجة. طب ابنك خدها هي على الجاهز، وفوقها عزال، وفي مفروض انتوا تخلوا بالكم منها، تحترموها، تصونوها، تشيلوها في عينيكوا طبعا. بس للأسف انا واحدة، يعني انا عارفة معرفة شخصية، بتقولي والله 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 ان انا عمتي اخت جوزي، انا بداية المشكلة من وانا مخطوبة، فركشت خطوبتي دي 3 مرات. اللي هو انا عايزة افركش الخطوبة عشان هي بتعمل مشاكل، ويرجعوا يتصالحوا تاني وعادي، وتمت الجواز على خير. وبدأت بقى عمتها بسبب الغيرة وصلت اخوها ان هو خلاص كرهها، اللي هو يعني هو مش قادر ان هو يزعق لها ولا يطردها ولا، بس هو خلاص اتجنبها وما عادش بيكلمها خالص. تمام، لانه شاف منها اسوأ معاملة، بتحقد عليهم وبتجيب في سيرتهم للناس كلها، دايما حاطة عينيها في رزقهم. تمام. بداية في بداية الجواز، انتوا عارفين طبعا ان في الارياف بتكون اي عروسة يعني بتكون جايبة لبس كتير، عايزة تلبس، و بتكون فاهمة اصلا، بتكون داخلة وفاهمة ان الحياة كلها لبس وفسح وخروجات يا حبيبتي ما بتكونش عارفة اللي هيحصل لها، بتتاخد كده على مشمها، يعني بتتصدم، اللي هو ايه ده، ده اللي انا عايزاه، ولا مش ده اللي انا كنت مرتباله ولا. تمام، بس هو ده الواقع يعني. فلما كانت بتنزل كل يوم لحماتها مثلا، نزلت مرة او مرتين، طبيعي مثلا ان هي تنزل تطبخ تكنس تغسل تعمل، فهدومها هتتبهدل، هتطلع تغير وتنزل تاني او. تمام. اكيد اللي متجوزين في الارياف بالذات عارفين الموضوع ده. فلما كانت بتشوفها يعني كل شوية في عباية او كل شوية في طقم او كده، كانت بتغير منها، بتغير يعني لدرجة ان هي تبقى عايزة تولع في نفسها وهي قاعدة كده بسبب الغيرة. أه لو شافت في ايديها مفتاح الشقة مش عايزاه تمسك مفتاح الشقة في ايديها، عايزاها تدنها، يعني دايما حاطاه في الباب. ماشي، اللي هو مفتاح الشقة مش من حقك اصلا، يعني مفتاح شقتك مش من حقك، زيرو خصوصية. تمام. هي عندها عقدة علشان هي زي ما قلت لكم هي قاعدة في ايجار، ودايما قاعدة معاهم في البيت، يعني جوزها بيسافر بالاسبوع وكده، وهي دايما قاعدة مع اهلها في البيت، بس مش مريحة نفسها، دايما ايه، مشاكل مشاكل. شفت المسلسلات الهندي، تحلف لي بتقول لي والله انا بكون عاملة الاكل مثلا زي الرز، عملت الرز كده وخلاص، رز اتشرب وهطفي عليه، يعني كلنا لما بنيجي نعمل الرز في الاخر كده بنهدي على الرز عشان يتشرب، عشان خلاص يستوي براحته، بعد ما المية بتنشف. دي بتدخل تولع النار، تعلي النار، فالرز طبعا هيشيط فيحصل مشكلة.
ده اللي بيحصل. تمام. بتكون نزلت وخلصت اللي وراها من بدري، وخلاص يعني في فترة بين الفطار والغدا، يعني مش هنقوم من على الفطار نعمل غدا على طول، فبتكون خلصت واللي وراها وفطروا وعملوا كل حاجة، بتطلع تريح شوية. لو حد سأل عليها، لا دي لسه ما نزلتش، لا دي لسه نايمة لحد الظهر. فاهمين؟ فده لحد ذاته ده ظلم وافتراء. لحد ما بتتعزل، يعني تتفصل لوحدها، بتقعد لوحدها في شقتها، ملهاش دعوة بحماتها ولا عمتها ولا يعني الناس اللي هي عايشة معاهم. هي بتبقى في شقتها لوحدها برضو، مش بيسيبوها في حالها. دي طلعت، دي نزلت، دي جابت، دي سوت. ممكن يتصلوا على زوجها هو، جوزها هو برا بيشتغل لو حتى لو مسافر برا دولة تانية، يتصلوا عليه: ده مراتك راحت، ده مراتك جت، ده عيالك عملوا، ده عيالك سووا. بجد بيخلوا حياتها حاجة، استغفر الله العظيم يا رب. فدايما منصحش جواز في بيت عيلة. ولو انت هتتجوزي في بيت عيلة، تكون يعني من بداية تكوني منفصلة عنهم، لان انت مش عارفة يعني الناس اللي انت داخلة عليهم دولي هيكونوا ناس ولاد اصول هيحترموكي ويصونوكي، ولا هيكونوا العكس. فدي حاجة انت مش ضمناها. تمام. فمش ضمناها. الاصول والاحتياط ان انت تكوني لوحدك، حتى ما تكونيش اختلطتي بيهم. الكلام على يعني بالمحدود. تمام، عشان ما تخشوش في تفاصيل و يعرفوا عنك مثلا حاجة، يروحوا يتكلموا مع الجيران. فاهمة؟ واكتر حاجة لما تكوني متخانقة انت وحماتك او انت وعمتك، تيجي واحدة جارتك آه متضايقة من حماتك او ما بتكلمش حماتك، تقف معاكي في الشارع او كده، انت بتجيبي اي حاجة، يعني عليكي ده ما كانش ليكي جوازة دي، ده حماتك كاني، ده حماتك ماني، هياخدوا منك الكلام ينقلوه، تصبحي انت الغلطانة مش حد تاني. انت اللي هتكوني غلطانة، لان انت اديتيهم فرصة ان هم يمسكوا عليكي حاجة ملهاش لازمة، والكلمة اللي طلعت ما كانش لها لازمة ان هي تطلع. تمام. ف اللي تتجوز في بيت عيلة دايما تكون محرصة على نفس راسها، علشان بجد بتغدر بيهم. يعني بتكوني قاعدة مش عملتي حاجة لا بيكي ولا عليكي، وتلاقي الغدر جالك من اي حتة. تمام. آه فدايما يا حبيبي نقول بيت عيلة لا، بيت عيلة لا. تمام. فانتي لو ضامنة الناس اللي هتروحي تعيشي معاهم، وهتسيبي اهلك وتسيبي مامتك وبيتك والبيت اللي انت عشتي معاه والناس اللي انت عشتي معاهم، وتروحي الحياة جديدة، وضامنة ان الناس اللي انت هتعيشي معاهم دول هيتقوا ربنا فيكي، مفيش مشكلة خالص ان انتي تقعدي معاهم وكمان تخدمي حماتك. على فكرة انتي مش ملزمة خالص خالص خالص، لا شرع ولا دين قال ان انتي ملزمة ان انتي تخدمي حماتك. انتي بتخدمي حماتك تطوعا منك انتي، عشان بتعتبريها ان هي زي مامتك، ما ينفعش تقولها على حاجة لا. بما ان هي بتعتبرك زي بنتها، فانت هتعتبرها زي مامتك. هي ما بتعتبركيش زي بنتها، وبتعمل فيكي مقالب وعايزة تخرب عيشتك وغيرانة منك. وبالمناسبة ان في امهات بتغير على اولادها من زوجاتهم يعني. فاهمين؟ بتغير فعلا، اللي هو لا ده ابني لوحدي، انا اربي واكبر واعلم واجوز وهي تاخده على الجاهز. ما هي دي سنة الحياة. انتي اخدتي جوزك على الجاهز برضو، واي حد بيعمل كده انتي مش عايزة تديها ابنك
كنت قاعدة جنبك. وبكده يا حبايبي يومنا خلصنا يومنا سوا بحلو وبتاع. ولو وصلت لحد هنا فانت مش بس متفرجة، انت صاحبة بيت زينا. وما تنسيش تعملي لايك لو عجبك الفيديو، واشتركي في القناة عشان يومنا اللي جاي نعمله سوا. وافتكري دايما الراحة في البساطة، والسعادة في التفاصيل الصغيرة. في رعاية الله يا حبايب قلب، واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد بإذن الله تعالى. مع السلامة يا حبايب قلبي.